دلوقتي انا محمود حمدي الشهير بمحمود الشبراوي. لو لسه ما اشتركتش في قناه اليوتيوب بتاعتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس واضغط لايك وتكتب لي رايك في التعليقات عشان اكمل فيديوهات، واتمنى الفيديوهات تكون تعجبكم وتستفيدوا منها باذن الله. لو انت قاعد مع صاحبتك وفجأة هتتصرف ازاي؟ هتخش على السيتنجز ونروح لفوكس ونعمل كرييت نيو بيرسونال، وبتختار وانت مشغل الوضع ده مين اللي يكلمك وتستقبل رسائل من انهي ابلكيشن. احنا دلوقتي هنقول له والله احنا مش عايزين يجي لنا اي نوتيفيكيشنز من الواتساب. كده لما حد هيبعت لنا رسائل على الواتساب هتظهر بالشكل ده كده. ولو مش عايز يظهر لك عدد الرسائل تخش على الهوم سكرين وتشغل هايد نوتيفيكيشن بادجز. وبالنسبه للاندرويد هتخش على السيتنجز نوتيفيكيشنز وتشغل دو نوت ديسترب او عدم الازعاج، وتقدر تشغل برضه هايد نوتيفيكيشن بادجز، وممكن تختار ابلكيشن معين تقفل من عليه الاشعارات تماما لحد ما تخلص مشوارك وتبقى تشغله تاني. دلوقتي جايب لكم كود حرفيا هيوفر عليك مشوار طويل. بدل ما تروح الشركه وحابب تعرف خطك متسجل باسم مين، جايب لك كود حاليا هيعرفك اسم الخط متسجل باسم مين. كود هو نجمة 145 شباك، وتدوس اتصال هيأكد لك الخط بتاعك متسجل باسم مين. ادي وفرت عليك مشوار طويل. وما تنسوش تتابعوني وتخشوا تشتركوا في قناة اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيد مني بإذن الله. ودلوقتي لو الهاتف عند حضرتك او حضرتك واطي، تابع معايا الشرح ده للاخر وهجايب لك كود حرفيا هيعلي صوت التليفون تماما. معانا هنروح نفتح واجهات الاتصال وهنكتب مع حضراتكم الكود ده نجم شباك 0283 شباك. هيظهر لحضرتك الواجهه دي، هنضغط على تاني اختيار وبكده احنا علينا صوت الهاتف على الاخر، وكمان بيعمل لي تيست على الصوت اللي انا اخترته او درجه الصوت اللي انا اخترتها. وبعدين هنعمل اكسايت بالشكل ده يا ريت لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم الفيديو على قد ما تقدر، وتخش تشترك في قناه اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان نكمل كل جديد وتستفيد والكل يستفيد باذن الله. ما عرفتش الميزه جديده اللي على الواتساب اللي بتقدر تخلي رسائلك تتمسح من عند اي شخص وبطريقه اوتوماتيك كمان بعد فتره معينه. كل اللي عليك انك هتفتح المحادثه مع الشخص اللي انت عايز تكلمه على الواتساب. بعد كده هتبتدي تضغط على اسمه، بعد كده هتبتدي تضغط على الرسائل ذاتيه الاختفاء، وبعد كده هتختار من هنا 24 ساعه. بالشكل ده بعد 24 ساعه كل الرسائل اللي بينك وبينه هتتمسح اوتوماتيك. دلوقتي جايب لكم كود حرفيا هيديك بسعر التليفون. رصيد شركه سامسونج وشركه فودافون عامله عرض خاص جدا. دلوقتي ده الكود نجمة شباك 2001 شباك. ويا ريت ما تنسوش لو اول ما تتفرجوا عليا تتابعوني وتخشوا اشتركوا في قناه اليوتيوب بتاعتي عشان يوصلكم كل جديد. القناه باسم محمود الشبراوي. ودلوقتي جايب لك كود لو حابب تعرف كل مميزات تليفون اوبو، هتضغط على الكود ده نجمة شباك 6776 شباك. دلوقتي الكود ده هيعرفك كل مميزات التليفون حرفيا. دلوقتي يلا مستني ايه؟ خش تابعني واشترك في قناه اليوتيوب بتاعتي عشان توصل لك كل جديد. القناه باسم محمود الشبراوي. ودلوقتي جايب لك كود حرفيا لو عاوز تلغي الكنترول اللي عندك هتدوس نجمة 550 نجمة 0 شباك، غالبا هيلغي الكود اللي عندك حرفيا. مش قلت لك لو انت مش متابعني مش هتستفيد خالص؟ يلا تابعني وخش اشترك في قناة اليوتيوب عشان تستفيد والكل يستفيد باذن الله. او في اي شخص بيهددك بصورك او فيديوهاتك تتصرف ازاي؟ دلوقتي قبل ما تتفرج على الفيديو تعملي لايك وفولو عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. عارفين ان انت هتتحرج تكلميهم، علشان كده عملوا لك خط ساخن اللي هو 108. هم هيكلموك وتخش تشرح لهم اللي حصل معاكي بالظبط. بس خلي بالك الموضوع ده ما يكونش عدى عليه 3 شهور. تقولي اللي هيعملوا ايه؟ هقول لك ما تخافيش، هم هيعملوا معاه الصح وفوق الصح كمان. عقوبه الابتزاز الالكتروني بتاخد فيها غرامه 5 سنين ويدفع 50,000 غرامه كمان. لو انت معاك خط فودافون فالكود ده ليك، ولو انت معاك اي خط غير فودافون اكتب لي في التعليقات وهجيب لك اكواد خاصه بيك. دلوقتي اكتب نجمه 150 شباك. الكود ده بيعرفك كل الارقام اللي حاولت تتصل بيك وتليفونك مغلق او غير متاح. انا اقول لك على السر في الاندرويد مش موجود في الايفون تماما، وبتوع الايفون نفسهم يبقى عندهم اندرويد بسبب الميزه الجامده دي. يلا بينا. كل اللي عليك انك هتفتح تطبيق الاتصال على الموبايل بتاعك وهتكتب الكود اللي قدامك ده. كل اللي عليك انك هتفتح تطبيق الاتصال على الموبايل بتاعك. بعد كده هتكتب الكود ده نجمة شباك 9900 شباك. وبعد كده هتيجي على تاني اختيار اللي اوله كلمة ديليت وهتضغط عليه، وبعد كده هتضغط على كلمة اوكي. بكده هتسرع الموبايل بتاعك
وهتمسح الملفات اللي ملهاش لازمه اللي بتبطئ الموبايل بتاعك. ازاي تعمل طريقه ان الصوره بتاعتك اللي على الواتساب تظهر لكل الناس ما عدا شخص واحد او اشخاص معينين انت بس اللي بتختارهم؟ كل اللي عليك اول ما تفتح تطبيق واتساب هتدخل على الاعدادات، ومن الاعدادات هتختار الخصوصيه، بعد كده هتختار الصوره الشخصيه، بعد كده هتختار جهات اتصالي باستثناء، وبعد كده هتبتدي تحدد الناس اللي انت مش عايزهم يشوفوا الصوره الشخصيه بتاعتك، وبعد كده هتضغط على علامه الصح وبس كده. تعرف علامة الواي فاي اللي على الفيزا دي انت لازم تخلي بالك. هتقول لي ليه؟ عشان ممكن اي حد يغفلك ويسرق رصيدك وبكل سهولة، وتعالى اوريك ازاي. وده لان ممكن الكارت بتاعك ينسحب منه فلوس وهو في جيبك من غير ما يتعرف الارقام بتاعته ولا حتى الرقم السري زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم كده. ودلوقتي اتمنى تكون الطريقه عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على قناه اليوتيوب بتاعتي عشان نستفيد والكل يستفيد باذن الله. دلوقتي جايب لك فكره جديده حرفيا، لو المفتاح اتكسر في قلب الباب هتطلعه بكل سهوله. دلوقتي هتجيب شمعه وهتعمل زي ما ظهر قدامك في الفيديوهات، تسيحها وتحطها في الباب في الأكرة بتاعه الباب، وهتشد المفتاح بكل سهوله من غير ما تتعب نفسك. دوسة زر واحد موبايلك كله هيبقى معاك، فركز كده وصلي على النبي وشوف الموضوع معانا. انك بتنزل الابلكيشن على موبايلكم انتوا الاثنين، ومن موبايلك انت تدوس على الزرار الازرق اللي اسمه لوكال كاست، هيبدا يدور دلوقتي على التليفون التاني اللي متوصل معاه على نفس شبكه الواي فاي، واول ما يلاقيه تدوس على اسم الجهاز وتدوس على ستارت برودكاست او بدء البث. دلوقتي انت حرفيا قاعد جوه تليفون واي حاجه يعملها هتظهر لك على الشاشه. طب وامتى نجرب الموضوع ده؟ لما يكون ابنك او بنتك بيتفرج على حاجه مش تمام، او انت شاكك، او اي حد بيقول على المخدرات او السياسه، فانت بكده بتتابعه بالطريقه. انت بتأمن نفسك وبتأمن ولادك واخواتك من التصرفات غير عقلانيه مثل ذلك. لما اخلص الفيديو حابب اقول لك حاجه، كل حاجه في الدنيا سلاح ذو حدين، مثل السكينه لا تقطع بيها تفاحه لا تموت بيها حد. يا ريت تستخدم البرنامج ده في الخير وما تستخدموش في الشر. تعرف ان انت ممكن تشوف اي رساله على ماسنجر من غير ما الشخص التاني يعرف ان انت شفتها. كل اللي هتعمله انك هتضغط ضغطه مطوله على الشات وتختار اجنور ذا مسجز وتدوس على صورتك اللي فوق وتدوس على سبام، هتلاقي الشات بتاعه اول واحد فوق. تقدر برضه تدخل تشوف كل الرسائل اللي بيبعتها لك. دلوقتي اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تخشوا تتابعوني وتشتركوا في قناه اليوتيوب بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. عاوز اي حد يرن عليك يسمع الرساله دي، والذي طلبته غير صحيح، يرجى التأكد. انت تتصل باي حد وبراحتك كمان. كل اللي انت هتعمله هتدخل كود نجمة 21 نجمة 0200 شباك، وللإلغاء العرض هتدوس شباك 002 شباك. مش قلت لك لو انت مش متابعني مش هتستفيد؟ ودلوقتي بمناسبة العودة للدراسة تعالى اقول لك على 5 حاجات هيخلوا البطارية تقعد معاك لآخر اليوم كله. اول حاجه تعملها تخش على السيتنجز برايفسي وتنزل لاناليتكس اند امبروفمنتس وتقفلها، ودي لازمتها ان هي بتبعت للشركه طريقه استخدامك للتليفون عشان يحسنوا الاداء عند الكل فيما بعد. وتقفل برضو ابل ادفرتايزنج، ودي فايدتها ان الشركه تجيب لك اعلانات من الوقت للتاني لمنتجاتهم اللي تناسبك. وبعدين نطلع للوكيشن سيرفيسز وننزل لسيستم سيرفيسز، وهتلاقي عندك كل الحاجات دي مفتوحه. اقفلهم وسيب الحاجات المهمه اللي زي ايمرجنسي كولز وفايند ماي ايفون وسيتنج تايم زون، ولو في حاجه مهمه بتستخدمها سيبها شغاله زي ما هي. واقفل برضو ايفون اناليتكس وراوتنج اند ترافيك. ونطلع سنه لسيجنيفيكانت لوكيشنز، ودي بتسجل الاماكن اللي انت بتروحها بالتفصيل، ولما بتيجي تبعت لحد لوكيشن بيتبعت في المكان اللي انت فيه بالظبط، فلو محتاجها سيبها. وبعد ما تعمل الخطوات دي هتحس بفرق كبير جدا في البطاريه. ودلوقتي يا ريت تتابعوني وتخشوا تشتركوا في قناه اليوتيوب بتاعتي، القناه باسم محمود الشبراوي، وتفعلوا زر الجرس عشان اكمل فيديوهات باذن الله. ودلوقتي جايب لك طريقه سريه حرفيا هتحميك من الهاكر والتجسس. اللي عليك انك هتفتح الاعدادات بتاعه الموبايل بتاعك وهتبحث فيها عن كلمه مصادر التثبيت، وبعد كده لو لقيت هنا اي تطبيق غريب او تطبيق انت مش بتستخدمه هتبتدي تلغي تفعيله بالشكل اللي قدامك ده. ودلوقتي لو انت استفدت من الفيديو يا ريت تشير الفيديو عشان الكل يستفيد، وتخش تشترك في قناه اليوتيوب عندي وتفعل زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد باذن الله. تعرف ان في طريقه في الفيسبوك تقدر تخليك تستخدم الواي فاي مجاني وبدون اي سرقه؟ تعال اقول لك عليها. هتفتح تطبيق الفيسبوك، هتضغط على ال3 شرط دول، وبعد كده هتنزل تحت خالص وهتختار الاعدادات والخصوصيه، وبعد كده هتختار اداء الشبكه الخلويه وشبكه واي فاي، وهتيجي على شبكه واي فاي عامه، وبعد كده هتضغط على علامه السهم ده علشان يحدد المكان اللي انت فيه، وهيجيب لك الاماكن اللي حواليك اللي فيها واي فاي مجاني تقدر ان انت تستخدمه لو كنت موجود في المكان ده. كل اللي عليك ان انت هتضغط عليه وهيجيب لك التفاصيل.
اتمنى الفيديو لو عجبك تشير الفيديو على قد ما تقدر وتقول لاصحابك وتشتركوا في القناه عشان اقدم كل محتوى جديد وافيد الناس باذن الله.